طبعا. تمام. بصراحة أريد أتحدث وياك بموضوع جدا مهم. اليوم من واجب الاتحاد يوفر ملاعب لو الأندية. أنت مدرب ولعبت وشاهدت وجاي شاهد دورينا اليوم، أيهما أفضل؟ أنشئ ملاعب لو اليوم أفضل أنطي للاعبين 500 و400 مليون وهو المستوى طبيعي جدا؟ كابتن ثائر برأيك؟ والله استاذ نبيل، انا هذا الموضوع متكلم به من فتره طويله، مو الان يعني، قبل ما يتكلمون على دوري المحترفين، يعني من قبل سنتين ثلاثه انا بتكلم بهذا الموضوع اكثر من برنامج. احنا مشكلتنا استاذ نبيل، اداره بعد اداره، ادارات الانديه تجي تفكر بمصلحتها الشخصيه، صح. ما تجي تبني للمستقبل. يعني ماكو اداره تسلم اداره اخرى، ما في مصلحه عامه للعمل. لذلك احنا نشوف تفكير محدود، يعني عقليه يعني ما احترافيه، حتى يعني اكون دقيق. لانه احنا مثلا الان احد الانديه الجماهيريه ما عندهم ملعب ويعطون بنفس الوقت للاعب 500 مليون، مبلغ 500 مليون. يعني انت الان لا كابتن، ترى 3 أندية جماهيرية او يعني ما عندها ملاعب، الشرطة والجوية والطلبة ما عندهم ملاعب. يعني مثلا نعم استاذ نبيل، انا اقصد المبلغ هذا اكثر مبلغ دفع الى الان 500 او 600 مليون، اللي هو يريدون ينطون اللاعب امجد عطوان نادي الطلبة. نعم يعني الان، يعني انا بدي اسال، هل يعني مع كل احترامه امجد عطوان واحد من احسن اللاعبين في مركز الارتكاز يعني، واشد به دائما، اشد به اني، لكن بنجي نتكلم كاداره، كانا اعضاء اداره، احنا من نفكر هل انه هو امجد عطوان من يلعب فريق الطلبه راح يجيب لكم بطوله الدوري، راح تحصلون بطوله الدوري؟ يعني عقليه غريبه جدا. لانه الان عمر ما كان الافراد هم يسوون النجاح بالفريق، منظومه ومجموعه. كيف اختار مجموعه، وبالتالي كيف اختار جهاز فني، وكيف يكون عمل مسبق حتى ادخل بالدوري. اما اني وضعي ركيك، البنى التحتيه مالتي ركيكه، واجي ادفع هذا المبلغ الضخم على لاعب، انا اعتقد من السذاجه اتخاذ هيك قرارات. ولذلك انه مشكله كبيره. طبعا مشكله الملاعب هذه ما نرميها بخانه الاتحاد بصراحه، يعني استاذ نبيل، هذا موضوع يخص الانديه. يعني الانديه لو من قبل 10 15 سنه كل نادي متحرك ومشتغل على البنى التحتيه، كان اغلب الانديه، مو فقط الانديه الجماهيريه، اغلب الانديه كان عندهم ملاعب وملاعب على مستوى عالي. لذلك مثل ما ذكرت قبل شويه، قلت لك انه مشكله ادارات الانديه انه يفكرون في مصالحهم الانيه، المصالح الشخصيه الانيه، انه انا اجي واستفاد. زين، ما فكروا باكر شو يصير، ما فكروا في الفتره المقبله شو يصير. وبالتالي نشوف الانديه، كل الانديه تعاني، اذا فرق جماهيريه او اذا فرق من مراكز الوسط. تمام.